عادة لما بتيجي سيرة السحر والأعمال واللازم منه، دايما في الغالب في اسم معين بيتذكر، اللي هو شمهورش. وإحنا بنردد الاسم وبنقوله بهزار وتريقة، بس الحقيقة غير كده خالص، لأن شمهورش ده ملك ملوك الجن. تعالوا بقى مع بعض نتعرف عليها أكتر. الملك شمهورش قاضي الجن الموكل بمحاكمة الجن الكافر ومرضة الجن. شمهورش ده أكبر قاضي للجن، وبالتحديد الجن المارد، الجن اللي بيعصي ربنا وبيؤذوا الناس. لما بيكون في اتنين عندهم خلاف في شيء ما، بيروحوا للمحكمة علشان القاضي يفصل ما بينهم. في عالم الجن برضه عندهم قاضي بيفصل بينهم، وده اللي بيحصل في ضريح شمهورش. الضريح ده عبارة عن محكمة كبيرة للجن، بس عندك بقى يا سيدي المختلف هنا إن المحكمة برضه للإنس والجن، مش للجن بس، والقاضي بتاعها هو شمهورش بذات نفسه. تعالوا خلينا الأول كده نتكلم عن شمهورش والضريح بتاعه ده، ونعرف الضريح ده موجود فين. موجود في المغرب، وبالتحديد في جبال الأطلس، في مراكش، بالخصوص كده في منطقة اسمها جبال إمليل. المكان ده بيجيله آلاف من الأشخاص سنويا قاصدين ضريح سيدي شمهورش، أكبر محكمة لفض النزاعات بين الجن والبشر. طيب، مين هو شمهورش أصلا؟ شمهورش ده موكل من ملوك الجن السبع علشان يكون قاضي للجن وللإنس. والمعروف إن للجن سبع ملوك، وشمهورش هو أكبر الملوك سن، علشان كده هو يعني الملك بتاعهم وقاضي للجن. محكمة شمهورش محكمة قوية جدا، مفيش ملك من الجن مهما كانت قوته إنه يعترض على أي حكم ممكن يصدره شمهورش، حتى لو إبليس نفسه. وفي محكمة شمهورش مفيش استئناف، بمجرد ما بيصدر شمهورش حكمه بيبقى واجب النفاذ. شمهورش عنده 11 ولد، وهم عبد الرحمن والوليد والمجلجل والمهلهل وداعوس وماكوس وشبراء وبريمون ومرجع وكندش وميكوش. وعنده من البنات 7: رقية وهيلانة ومعوفة ونورية وسيافة وهمامة وحمامة. دول أولاد شمهورش من الولاد والبنات. تعالوا بقى نتعرف أكتر عن شمهورش والضريح بتاعه. انتشرت أساطير شمهورش في الموروث الشعبي المغربي وفي شمال أفريقيا. مشهور عنه إن هو بيساعد في الشفاء من الأمراض، لو كان في حد ممسوس أو مسحور أو مربوط أو الحاجات اللي زي كده. وبعد ما بيلف على الشيوخ من غير فايدة، في آخر حاجة بيروحها هو ضريح شمهورش، لأن الجن اللي لابس الشخص من دول يعتبر في حكمهم ارتكب جريمة، فشمهورش هو اللي بيوصل في الجريمة دي، وبيطلع الجن العاصي وبيصدر عليه حكم بالحبس. ضريح شمهورش عبارة عن قبة موجودة فوق الجبل، قبة لونها أبيض محطوط عليها رايات لونها أخضر، وده اللون المفضل عند شمهورش. ومنتشر حوالين الضريح غربان سودا كتيرة جدا، وبيقولوا إن الغربان دي مسكونة بالأرواح. كمان في صومعة صغيرة مقفولة وممنوع أي حد مش مسلم يخشها، حتى إن مكتوب يافطة ممنوع دخول غير المسلمين. الغار ده بيسموه بلاط سيدي شمهورش. حوالين الضريح في مغارات، ولو رحت هناك هتلاقي طالع منها دخان للشموع، والشموع دي طقس من طقوس الزيارة. أول ما بتروح الضريح بتولع الشموع دي، وكمان مفيش أي كهرباء في المكان غير الشموع دي. وعلشان توصل للضريح هيكون شيء متعب جدا، متعب لأن مفيش أي وسيلة مواصلات غير البغال والأحصنة، وعلشان نوصل للضريح ده محتاج ساعتين مشي. كمان عايز أقول لكم إن في مقامات كتير لملوك الجن، وتحديدا ملوك الجن السبعة. والملوك السبعة دي بيعتبروا هم هيئة المحلفين للفصل في القضايا، وكل ملك فيهم له يوم معين بقى هيئة المحلفين لمحكمة شمهورش. الملك عبد الله المذهب أقوى ملوك الجن، وده يوم الحد، وبيلبس تاج وعقد من الذهب. والملك مرة وده اليوم الاثنين. والملك محرز الأحمر وده بيكون لبسه باللون الأحمر ويومه يوم الثلاث. والملك برقان أبي العجائب وده اليوم الأربع. والملك شمهورش قاضي الجن ليوم الخميس ولبسه الأخضر. والملك الأبيض ليوم الجمعة. والملك ميمون أبا نوخ ليوم السبت. ودول هيئة المحكمة، وقاضيها الكبير هو شمهورش. شمهورش ملك من ملوك الجن، مسلم، وكان بيتعبد في المغارة اللي في جبال الأطلس بالمغرب، وهناك اتعمل له ضريح. ومن الحكايات اللي بتتقال عن شمهورش إن هو كان من ملوك الجن اللي عصروا سيدنا سليمان،
لكنه عصى أمر سيدنا سليمان فحبسه في المغارة دي، وبعدها تاب وبقى يتعبد في المغارة دي، وبقى هو قاضي للجن وللإنس. ولو في أي جن أذى بني آدم، شمهورش دوره إن هو بيجيب حق اللي اتأذى من الجن وبيعاقب الجن وبيحبسه. عند ضريح شمهورش في مذبح كبير بيتذبح فيه القرابين اللي هي بتتقدم له، لأن من شروط محكمة شمهورش إن هي تنجح إن هي لازم يتقدم قربان، ولو الجن ما قبلش القربان ده فهنا بيجي دور شمهورش إن هو بيعاقب الجن، لأن عدم قبول الجن معناه عصيان للمحكمة. طيب القربان ده يعني إيه قربان وهو مثلا جن مسلم؟ مش قربان بمعنى القربان والذبح الغير الله، لا، الجن عندهم حاجة اسمها الترضية، فالمقصود بالقربان الترضية، ولو الجن ما قبلش الترضية يبقى في الحالة ديتي جن عاصي، وبالتالي شمهورش بيحكم عليه، لأن أنت في الحالة دي بتأذي بني آدم بدون داعي. الضريح ده عبارة عن قبة بيضة متصورة بصور، هتبص عليه هيكون عامل زي البيت. حوالين الضريح مكتوب آيات من القرآن الكريم. جوه هتكون في أوضة صغيرة كده مليانة بالأدعية وآيات من القرآن. من الحكايات اللي بتتحكي عن الضريح إن أي حد ممسوس أو مسحور لما بيدخل الضريح على طول هيقع مصروع، وهيفضل يصرخ جامد ويتمرمغ على الأرض، علامة لخروج الجن اللي عليه. ومن الحاجات المرعبة برضو جدا اللي بتتقال عن محكمة الجن في ضريح شمهورش إن في وقت عقد الجلسة من جلسات المحكمة بتصاحب الجلسة دي حاجات مرعبة جدا، زي نزول أمطار غزيرة ورعد وبرق، والبرق ده ملوش أي علاقة بفصول السنة، حتى لو كان صيف ودرجة الحرارة فوق 45 برضه رعد وبرق وأمطار في الجلسة. ده غير الأصوات المرعبة اللي بتخرج من الأشخاص اللي هم متصابين بالسحر والمس. فكل اللي بيروح لضريح شمهورش يا حد مريض بمرض ملوش علاج، أو بنت مربوطة، يا إما حد ممسوس، أو بنت بايرة مش متجوزة، أو شاب مصاب بالصرع، أو مجنون، وخلافه يعني. فكل اللي بيروح هناك ليه طلبات، وكلها بتخص السحر والمس والأمراض الخطيرة. جايين للضريح طالبين من شمهورش المساعدة، وبتكتر الزيارة للضريح في يوم الخميس ده لأن ده يوم شمهورش. طيب اشمعنى اختار شمهورش جبل الأطلس بالذات علشان يكون ضريح ليه؟ إجابة السؤال ده في حكاية مشهورة لواحد من أهل المنطقة القريبة من جبال الأطلس اسمه موسى ابن إدريس. موسى في يوم بالليل شاف جنب بيته كلب أسود كبير. الكلب قعد عند موسى 7 أيام وبقى يأكله ويشربه، يعني يقدم له أكل وشرب. لكن الغريب إن موسى لما كان بيديله الأكل والشرب ما كانش بياكل خالص ولا بيشرب، غير إنه كمان ما كانش بينام غير في الاسطبل اللي بينام فيه الحصان بتاعه. فضل على كده 7 أيام الكلب عنده، وموسى شاف إن الكلب ده تصرفاته مريبة، لا بياكل ولا بيشرب، يعني مش تصرفات كلب عادي. فقرر إن هو يراقبه لحد ما في يوم شاف مشهد غريب جدا في الاسطبل. شاف الكلب راكب الحصان بتاعه ورايح بيه الغار قريب، مشى وراه لحد ما شاف الكلب مع كلاب تانية وعمالين يجروا مع بعض. فضل مستنى علشان يشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. الكلاب مشيت وموسى راح للكلب وتأكد ان ده مش كلب. فهنا لقى نفسه بيقول للكلب اكشف لي عن هويتك الحقيقية. وفجأة الكلب اتشكل في شكل شخص لابس عباية لونها أخضر ولابس فوق راسه تاج، وقال له أنا الملك شمهورش ملك ملوك الجن. وبعدها طلب من موسى شوية طلبات يعملها هو وقبيلته. الطلبات دي إن هم يذبحوا ذبيحة كقربان ليه في نفس الليلة اللي ظهر له فيها. وبعدها الملك شمهورش أخذ موسى لقمة الجبل وقال له هنا هيكون الضريح بتاعي، ضريح الملك شمهورش ملك ملوك الجن. وقال له كمان إن الذبايح دي توزع لحومها على الفقراء والأغنياء، وياخد موسى جلود الأضاحي ورؤوسها، وهيكون موسى هو الوريث لشمهورش. ودي كانت بداية ضريح شمهورش قاضي الجن. دي حكاية مشهورة جدا في المغرب عن ضريح سيدي شمهورش. بس يا سيدي دي كانت حكاية شمهورش وضريحه العجيب. لو عجبتك الحلقة أرجو إن أنت تدعمنا باللايك والتعليق والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم أحمد حمدي.